السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى النهاردة كده هنعمل مع بعض الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة حلوة كده يعني بصراحة الكلام فيها شوية. حاجة حلوة قوي وسهلة وسريعة وكمان اقتصادية جدا. دي اسمها ايه؟ اسمها مخدات العسل. يعني مش عارفة بصراحة، او بغاشة. بس هي حلوة قوي وكمان موفرة جدا واقتصادية، وبكوباية دقيق واحدة هتعملي كل الطبق اللي انت شايفاه ده. ولو حابة تضاعفي الكمية براحتك، تابعي معايا الفيديو الاخر. ولو اول مرة بتشوفوني نوروني بالاشتراك في القناة وكمان فعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة كده انا معايا كوباية واحدة من الدقيق زي ما انتم شايفين، عليها معلقة كبيرة من النشا، معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، وباكت فانيليا، ورشة كده صغننة من الملح. تمام. يعني معلقة كوباية دقيق، معلقة نشا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة من الملح، وبيضاية واحدة بس، معلقة من الخل، معلقة كبيرة. بس كده دي كل المكونات اللي معايا. وكمان هضيف لها معلقة واحدة من السمنة. اي سمنة عندك، سمنة بلدي او سمنة عادية، بس معلقة واحدة بنفس معلقة الاكل اللي احنا عايرنا بيها النشا. تمام. هنعجن بقى الكلام ده كده مع بعضه، ونلم الدقيق بقى مع البضاية ومعلقة السمنة كده. طبعا اذا حابة تضاعفي الكمية براحتك خالص، ضعفي كل المكونات اللي احنا قلناها دي. بس كده بقى هنعجن بقى الكلام ده كده كويس لحد ما العجينة بتاعتي تبتدي تلم معايا. طبعا هي هتحتاج معانا مية، لكن مية بسيطة جدا، حوالي معلقتين. احنا هنا في الوصفة دي حريصين جدا واحنا بنضيف اي اضافات، يعني تبقي بتضيفيها بحرص جدا. بصوا الكوباية كان فيها حوالي معلقتين مية بالظبط. عايزه حابه ان انت تضيفيهم بالمعلقه نفسها ضيفيهم، لو خايفه مثلا ان الوصفه ما تظبطش معاكي او كده، لكن هي سهله جدا وبسيطه وهتظبط معاكي من اول مره ان شاء الله. بصوا انا ضفت حوالي معلقه، والعجينه كانت لسه برضو ما لمتش معايا كده كويس، فضفت المعلقه التانية. وهبدا بقى ان انا اعجن فيها كده لحد ما توصل معايا تبقى زي ما انتوا شايفينها كده، ناعمه ومش طريه قوي ومش ناشفه. العجينه هنا مش بتكون معانا ان هي طريه قوي، ما بتكونش طرية جامد. يعني هنسيبها بقى حوالي 10 دقايق بالظبط كده، 10 دقايق بس على جنب لحد ما ترتاح، بس عشان لما نيجي نفردها تفرد معانا بكل سهولة. هنجيب بقى نشا، وكتري كده النشا ما تستخسريش، وحطي كده على الرخامة بتاعتك النشا، وهاتي العجينة بقى افرديها الاول كده بايدك. وبعدين هنفردها بقى كده بالنشابة او اي حاجة بقى بتفردي بيها. شايفين العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة ازاي؟ عشان ال10 دقايق اللي احنا ريحناها فيهم بتتفرد معانا بكل سهولة. وبرضو العجينة مش بتلزق معايا عشان احنا حطينا فيها النشا، وكمان العجينة مظبوطة. بأي حاجة بقى عندك، انا هنا قطعت بالسكينة كده زي ما انتوا شايفين. لو عندك بقى قطاعة اللي هي بتكون مشرشرة من الجناب هتديكي شكل حلو قوي فيها برضو. لو حابة تعمليها بأشكال دواير ممكن تعمليها بيها. فانا هنا قطعت كده بالسكينة، وتحاولي ان انت تظبطي الدنيا تبقى كلها قد بعضها. تمام. الحاجات اللي انا هلمها دي بقى دي هعجنها تاني بعد كده، ودي هتبقى يعني هنعملها تاني برضو بنفس الشكل ده. هنقطع بقى كده مربعات، ونحاول ان احنا برضو زي ما قلت لكم نظبط الدنيا كده تبقى القطعيات كلها متساوية كده، قد بعضها على قد ما نقدر يعني. او بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو عندكم قطعة بيتزا بقى ممكن تقطعوا بيها، اي حاجة ممكن تقطعوا بيها، وناخدها كده ننقلها على طبق او حاجة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وفي الوقت ده نكون حاطين الزيت على النار، زيت سخن جدا اللي هننزل بيه فيها. تمام. هنا بقى معايا زيت سخن جدا على النار، ويفضل زيت غزير، وهنحطها كده بقى. بصوا الزيت سخن، لازم يكون سخن يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده، اول ما بنحطها بتبدأ كده ان هي تنتفخ كده بسيط. بصوا اتنفخت ازاي، جميلة جدا. والحلويات اللي هي يعني مش عارفة، هي بغاشة بقى كده، حاجة كده ما شاء الله، بين لقمة القاضي وبلح الشام، حاجة كده ما شاء الله زي العسل. بس كده بقى بالشكل ده كده اهو، لحد ما تاخد لون ذهبي. وطبعا ما نسيبهاش ونروح في اي حته، لان هي بتتعمل في ساعتها واحنا واقفين قدامها. قلبتها كده على الناحيه التانية، ما خدتش حوالي دقيقه واحده على كل ناحيه، اقل من الدقيقه، وبنقلبها. وهرجع اقلبها تاني على الناحيه دي برضو عشان اضمن ان هي استوت كويس معايا وتبقى مقرمشه كده معانا وجميله. وبرضو ما نغمقهاش قوي عن اللون اللي احنا شايفينه ده، علشان ما تاخدش لون غامق معانا، لان لما بنحطها في الشربات بتغمق تاني.
وطبعا الشربات يعني مقداره اللي هو كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية، والشربات بتاعها مش بيكون خفيف قوي، بيكون مايل للتقل. بنسيبه حوالي 10 دقايق على النار، ومعاه باكت فانيليا ونص عصرة ليمونة. انا كان عندي الشربات جاهز فما عملتش معاكم شربات. دي بقى انا قطعت دول بشكل دواير كده، باللي هي البصمة بتاعة الكحك، وعملت بالشكل ده كده. هنا بقى ده الشربات بتاعي، بصوا القوام بتاعه. هو كان عندي موجود عندي في التلاجة، طلعته برد وكان بحرارة المطبخ كده. ولو هتعملوا الشربات بتعملوه قبلها عشان يبرد كده ويكون بارد معاكم، وتطلعوا على طول من الزيت، تحطوها في الشربات حوالي 5 دقايق، وبعدين تطلعوها وتاكلوها بألف هنا. وزي ما قلت لكم طبعا هي الشربات انا كان عندي، لو انتوا هتعملوه كوبايتين من السكر عليهم كوباية واحدة من المية، وتسيبوهم حوالي 10 دقايق على النار لحد ما يبقى معاكم بالقوام ده، اللي هو القوام المتوسط، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، وعليهم باكت فانيليا ونص عصرة ليمون. شايفين بقى منفوخة ازاي ما شاء الله، وهشة كده ومفرغة من جوه، وكانت حلوة قوي قوي بجد. حلويات سهلة جدا وسريعة، ومش بتاخد معاكي وقت خالص، لا وقت تخمير ولا اي حاجة. يعني لو عايزين تاكلوا حاجة حلوة هتاكلوها في ساعتها كده وهتعملوها، مش هتاخد معاكم وقت خالص. بصوا ازاي بقى هشة ومقرمشة وتحفة بصراحة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والوصفة القمر دي تكون عجبتكم، اللي هي مخدات العسل او البغاشة. تنسوش تحطولي اللايك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.